السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل معاكم فراخ وورق عنب، محشي ورق عنب. عندي حلة، عندي وراك كده. هحضر بصل مبشور ومية بصل وتوم، والتوابل عندي كزبرة وفلفل، فلفل اسود وتوابل لحمة. هدهن كده. هدعك الفراخ كويس بعد ما غسلتها ونقعتها بالملح والخل بالملح والمية حوالي ساعة، وبعدين دعكتها بالتوابل، بالبصل والثوم والتوابل اللي عندي. عندي كمون وفلفل اسود وتوابل لحمة وكزبرة ناشفة، ونزلت معاها بورق لورا وحبهان، لو عندك عود قرفة ممكن. عايزة تضيفي بوكيه جرنيه جزر وكرفس، مفيش مشكلة. انا كده هشمطها الاول على النار، هسيبها كده لما تنشف، وبعدين هحضر مية مغلية عندي. وبعد ما تنشف كده، بعد ما اشمطها كده على النار، هنزل عليها بالمية المغلية واسيبها تغلي على النار. ودلوقتي هعمل معاكم صوص الطماطم، صلصة المحشي. نزلت بالزيت، عندي 3 وحدات بصل او 4، وعندي زيت ومعايا التوم. هلف البصل كده في جنب وانزل بمعلقه التوم على جنب. نزلت بالزيت، ونزلت بمعلقه التوم ومعلقه زبده. لو عندك دهن عادي ممكن تضيفيه سايح، او لو مش متوفر عندك ممكن السمنه المتوفر عندك، الماده الدهنيه ممكن تعملي بيها. انا ضفت هنا سمنه بلدي وزيت. وبعدين هلف التوم في جنب كده، اول ما ياخد اللون الذهبي هقلب الكل مع بعض، وبعدين هنزل عليها معلقه بابريكا وصلصه طماطم. عندي هنا حوالي كيلو الا ربع طماطم، ضربتهم في الخلاط، عصير الطماطم. وبعد كده هلف التوم لما ياخد اللون الذهبي معايا كده على جنب. وبعدين هقلبهم مع بعض مع البصل. ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب في مطبخ شيرين تاج الدين. ونورتوني، وان شاء الله ان شاء الله كل حاجه اقدمها تعجبكم. صلصه كده هنزل بالصلصه بالطماطم اللي انا ضربتها وعصير الطماطم، ونزلت ببابريكا، معلقتين بابريكا، حسب لون الطماطم، حسب ما انت عايزه تضيفي. ممكن تضيفي معلقه صلصه. الطماطم مش محتاجه لون خلاص ما تضيفيش. هنا انا ضفت بابريكا، كمون، فلفل اسود ناعم، حطيت ضفت كمان توابل لحمه اللي هو 7 حبات، وضفت معاهم كزبره ناشفه. خدت غالية على النار وكده خلصت. عندي هنا الخضار اللي عندي كزبرة، حزمة كزبرة وحزمة شبت وحزمة بقدونس. وانا بكتر الكزبرة الخضراء والشبت، يعني حوالي حزمتين، واحدة شبت وواحدة كزبرة ونص حزمة بقدونس. وعندي التوابل نفس التوابل، وبتديها كمان نفس التوابل اللي عندي اللي انا ضفتها، اللي هي البابريكا، كمون، فلفل اسود ناعم وكزبرة ناشفة. وحطيت الصلصة اللي انا خلصتها واديتها حوالي معلقة نعناع ناشف او نعناع اخضر المتوفر عندك، وهقلبهم تقليبه كويسه. ولو عايزه كمان كده انا شفتها محتاجه صلصه ضفت لها. لو انت حسب المتوفر عندك وممكن تديها. هنا هعمل قاعده الحله. عايزه تضيفي طماطم، بصل، فلفل حراق المتوفر عندك. ممكن العنق بتاع الورق العنب، العصيان مع بعضها، وممكن تقطعي ليمونه شرايح في القعر من تحت. وبعدين هوريك ازاي. بصي بلف كده المحشي، هوريكي الاول، وبعد كده انا هكمل باقي الحلقه. وما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب في مطبخ شيرين تاج الدين. يبقى التوابل اللي عندي اللي انا ضفتها كمون، ملح، كزبره ناشفه، معلقه نعناع مفروم، لو عندك قرفه ممكن تضيفي نص معلقه. لو عايزه تضيفي شطه كمان بتضيفي. ما تنسيش ال7 حبات التوابل، 7 حبات. ولو في مكعب ماجي ممكن بتضيفيه مع الصلصه، وبتقللي الملح.
كده اوريكي. بصي بتلفي كده، بتلفي كده من الجنبين وعلى وش على ظهر الورق العنب ده يا جماعه كنت مسكناه من السنه اللي فاتت، كنت مخزناه في الفريزر، طلعته شطفته وطلعته اديته غاليه وطلعته كده. انا هدخل الفراخ انسلقت، هديها سبت معلقتين من صلصه المحشي وهدهنها كده مع معلقه زيت وادخلهم الفرن. ممكن تضيفي كمان قاعده تحت منهم ان كان خضار عندك، اي خضار، بصلايه مع طماطم مع فلفل، وتدخليهم الفرن وتديها حوالي معلقه كوبايه شوربه علشان ما تتحرقش منك، وتحطيها في الفرن هتاخد لون جميل معاكي. وكده خلصت. وهضيف كمان، حطيت حوالي 4 حبات فلفل رومي، هتدي نكهه كويسه للمحشي وطعم تاني. والورق العنب ده اللي كنت مسكناه السنه اللي فاتت، يعني انت بتحشي على ظهر الورقه، الخشن من جوه والناعم بتخليه لبره. بصي كده، ويا رب النول اعجابكم. عايزه تصغريه، عايزه تقللي، عايزه تضيفي كمان مع الخلطه لحمه مفرومه بتضيفي، مش عايزه خلاص. هو اسمه محشي ورق عنب، يعني عايزه ايه؟ تدوقي نكهة ورق العنب في المحشي. يعني كده بعد ما بتلفي كويس كده من الجنبين، وبتكوني محضرة الشوربة اللي عندك ايا كانت، ان كانت شوربة فراخ، شوربة لحمة، او لو مش موجود متوفر عندك بتجيبي مية تغليها وتديها معلقة صلصة وتديها توابل وتقللي الملح وتسيبيها على النار تدي غالية، وتضيفي لها مكعب الماجي او مكعب اللحمة او حسب الرغبة. وكده عملت معاكم محشي ورق العنب. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين، ويا رب النول اعجابكم. وبعدين هتحطيه على النار، تضيفي له الشوربه، تضيفيه على النار اول ما ياخد غاليه ويغلي معاكي، تسيبيه على نار عاليه لغايه ما النار اول ما تحطي الحل على النار يغلي معاكي. الاول تحطي البيون ما تخليه تحت اول صف، ما تغطيهوش جامد عشان ما يعجنش معاكي. وبعدين تحطيه على النار عاليه، اول ما ينشف خالص توطي عليه النار، يعني اول كده بصي لغايه او الشوربه ما تغطيش اول صف من صوابع المحشي. كده حطيتها على النار ونشفت، هوطي عليها النار وتبقى على نار هاديه. مكملش معايا تلت ساعه، وما تسيبوهوش على النار عشان ما يتحرقش منك. واول مره تشوفينا لايك وشير وسبسكرايب. وكده خرجت الفراخ ما كملتش ساعه الا ربع او نص ساعه. واحلى ورق عنب في مطبخ شيزان تاج الدين. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في طواجن العيد باذن الله. ويا رب النول يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. وقبل ما تخرجيه من قبل ما الميه تنشف تضيفي له معلقه زبده على الوش، هيديلك طعم تاني ونكهه تانية. ومع الف سلامه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه في مطبخ شيزان تاج الدين. كل جديد ان شاء الله هتشوفوه معانا. مع الف سلامه.